علشان تتصرف صح في أي موقف لازم مخك يمر بحاجة اسمها دايرة ال OODA، ودول اختصار Observe Orient Decide Act، يعني بالعربي الملاحظة والتوجيه واتخاذ القرار والتصرف. لكن انت مخك مع الوقت اتعود يقوم رازع التصرف كده من غير أي حسابات، عشان زي ما قلت لك قبل كده أكتر من مرة مخك دايما بيدور على الاختصارات علشان يحافظ على الطاقة. هديك مثال، انت ممكن في وسط مشاهدة كلامية تلاقي صوتك احتد لوحده، أو لو رديت على فون وانت في الشارع تلاقي تون صوتك هادي لوحده، أو حينما يأتي المساء لما تكلم الحتة تلاقي صوتك هادي وبيطلع الفراشات لوحده. مع ان في كل موقف من دول انت مقررتش بمحض ارادتك تتصرف بالشكل ده، بس مخك اتبرمج على كده. ودي بقى مش ثغرة في البشر، لا ده خرم كبير لازم تسده عندك وتسيبه مفتوح عند اللي حواليك علشان تفضل غامض بالنسبة لهم ويفضلوا مكشوفين ليك. بس ازاي تسده عندك وازاي ده قادر يكشف لك اللي حواليك؟ هقول لك.